النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض تتبيلة فراخ من التتبيلات المميزة جدا جدا اللي بتدي طعم للفراخ حلو، إذا كان فراخ على بعض أو أوراك أي يعني حاجة حابة تعمليها. تتبيلة سهلة وسريعة وبسيطة ومتاخدش معاك أي وقت، يعني في 10 دقايق بالظبط تكوني عاملة التتبيلة، ويادوبك نص ساعة والفراخ تكون استوت وطلعت معاكي بالشكل التحفة الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وبتكون جوسي وبتكون فيها لمعة جميلة. يلا بينا مع بعض نشوف الفيديو. النهارده بقى هنعمل مع بعض تتبيله حلوه للفراخ. طبعا انا هعملها لمامتي، يعني مش ماما اللي بتعملها، انا بقى اللي قلت لها هعملها لك النهارده. هي تتبيله بسيطه قوي 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 عشان اي حد مثلا عايز يعمل فراخ سريعه كده ما ياخدش فيها وقت. يلا بينا نخش على المقادير. مقاديرنا بسيطه قوي كده، قربي كده يا ماما. اول حاجه هنا معايا معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معايا معلقه صغيره من جوز الطيب، ودي معلقه صغيره خالص من الشطه لو حابينها سبايسي، ودي معلقه صغيره من البابريكا، ومعلقه يعني مش صغيره قوي من بهارات الفراخ، ومعايا معلقه كبيره من الملح. الملح هنا لو هتبيتوها في التتبيله لتاني يوم ما تكتروش الملح عشان ما تملحش منكم. تمام. معايا هنا بقى بصلايه كبيره متقطعه مكعبات، ومعايا طماطمتين كبار كده مقطعاهم برضو مكعبات او على حسب عدد الفراخ، ومعايا هنا قرن فلفل سبايسي وقرن فلفل عادي. تمام. دي بالنسبه للبهارات اللي هي الجافه، والبهارات اللي هي الحاجات دي يعني. الزبادي هنا بقى، انا هتبل 4 وراك، فهاخد معلقه كبيره من الزبادي. لو هتتبلي فرخه كامله هتعملي العلبه كلها. هنا بقى ده معلقه صغيره من العسل. ليه العسل؟ هي المفروض ان انا احط صويا صوص، ما عنديش صويا صوص، فطبعا اتصرفت حطيت عسل، هو بيقوم بنفس المهمه بس. بصوا قد ايه، ما كترتش. هي يا دوبك يدي بس التطعيمه بتاعه الصويا صوص. بس كده، دي اول خطوه. هجيب بقى الكبه وارجع لكم تاني. انا كده جبت الكبه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وهنزل بقى بالبهارات اللي انا قلت لكم عليها. طبعا انا عندي برد يعني الصوت مش قد كده، فمعلش بقى ايه استحملوني. اول حاجه انا نزلت بكل البهارات مع بعض بالشكل ده كده اهو. تمام. بعد كده هاخد معلقه الزبادي اللي قلت لكم عليها، بس معلقه كبيره كده مش هكتر لان هم اصلا الاوراق مش كتير يعني. ومعلقه العسل اللي قلت لكم عليها بالشكل ده كده اهو. طبعا لو عندك صويا صوص او دبس الرمان حطيه، هيبقى حلو جدا طبعا، بس انا عشان ما عنديش هتصرفت. هضربهم بقى كده وارجع لكم تاني. بصوا كده، بعد ما ضربت التتبيله بقيت بالشكل ده كده، شايفينها اهي. انا قلت لكم على البهارات كلها بس نسيت اقول لكم على معلقتين الزيت اللي بحطهم، دول بيسهلوا معايا التتبيله ان هي تتضرب اسرع، وكمان بيدي طعم يعني. تمام. دي كده الوراك بتاعتي، هبتدي ان انا اعمل فيها فتحات. بسم الله كده. بصوا انا قصدي اعمل فتحات كده على الجلد، على اللحم سوري، مش على الجلد، لان بيبقى الجلد بعد ما بيتشوي بيبقى شكله مش لطيف. فالاحسن خصوصا لو انتوا هتعملوا عزومه او حاجه تفتحوا على اللحم نفسه. تمام. لو عايزين تفتحوا فتحه ثالثه مش مشكله اهي بالشكل كده. وهبتدي ان انا ارصصها في الصينيه اللي انا هتبل فيها. ناخد اللي بعد كده ونعمل. بصوا شايفين شكلها انا فتحتها ازاي؟ بصوا الفتحات اللي بتكون على اللحم نفسه شكلها الطف بكتير من اللي بتكون على الجلد. تمام. طبعا فتحتها كلها بنفس الطريقه. اخر خطوه معايا وهي التتبيله بالشكل ده. هنزل بقى بالتتبيله. انتوا شايفين التتبيله لونها عامل ازاي؟ تحفه بجد، تحفه، وريحتها يعني جميله جميله جميله. هبتدي بقى ان انا اعمل مساج للفراخ كلها بتاعتي بالشكل ده كده. يعني ايه، هغرقها بقى بالتتبيله وادخلها تحت اللحم كده، تحت الجلد وبين اللحم يعني مش هسيب حته في اللحمه في الفرخه غير لما اتبلها كويس جدا. طبعا بتبتدي ان انت تدوقي التتبيله بتاعتك، تشوفيها عايزه ملح، عايزه فلفل، عايزه بهارات فراخ زياده، يعني انت بتدوقي كده وبتطرفي لسانك وبتشوفي. تمام. بصوا انا بدخل التتبيله ازاي جوه اللحم. طبعا انا هبيتها في التتبيله، فعشان كده زي ما قلت لكم ما زودتش الملح. بس كده. بصوا ده كده شكلها النهائي بعد ما انا عملت لها مساج حلو جدا بالتتبيله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا شكلها يعني بيحكي عن نفسها. بصوا هحطها بقى في التلاجة، هسيبها لتاني يوم. يعني انا عملتها النهارده، بكره ان شاء الله هسويها. وهشوفكم بقى بعد ما تتسوى واطلع لكم الفرن، وهنبقى مع بعض خطوه بخطوه. بصوا كده حبايبي، بعد ما قعدت الفراخ ليله كامله في التلاجة زي ما قلت لكم، فده احنا النهارده تاني يوم كده، فانا هدخلها بقى الفرن عشان تتسوى.
وبس كده. اول ما بقى ما تطلع من الفرن هوريها لكم ونكمل بقية الفيديو مع بعض. وبكده تكون الفراخ بتاعتنا القمر طلعت من الفرن. طبعا طالعه ريحتها تحفه جدا وشكلها طبعا بيتكلم عن نفسها. التتبيله كانت جميله وخفيفه في نفس الوقت. اتمنى من كل قلب الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم بخير. باي باي.